في ناس فاكرة إن عندها الحق إن هي تقول مين كويس ومين وحش، في ناس فاكرة إن عندها الحق إن هي تقول مين يقعد ومين يمشي، في ناس فاكرة إن هي عندها الحق إن هي تقرر مين يستاهل ومين ما يستاهلش، كأن في حد عينهم على بوابة الغربة يقعدهم كده ويقول لهم اللي انتوا شايفينه من رأيكم حلو دخلوه، واللي انتوا شايفينه إن هو وحش ما تدخلوهوش. مين يا ابني اللي عينك يا ابني علينا يا ابني؟ ودي النوعية اللي انت للأسف الشديد بتضطر تتعامل معاهم هنا في الغربة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي، انا بقالي اكتر من سنة بعمل فيديوهات على يوتيوب. انا بوجه لكم الرسالة دي لان انا عايز الكلام ده يبقى موجه ليكم انتوا قبل اي حد. الناس اللي بتتفرج عليا بقالها اكتر من سنة وبتشوف فيديوهاتي، واللي منهم حتى جه المانيا. اتمنى ان انا اكون ساعدتكم، واتمنى ان انا اكون فدتكم بكل الفيديوهات اللي انا نزلتها لوجه الله سبحانه وتعالى، لاني كنت في يوم من الايام في نفس المركب بتاعكم من 6 7 سنين. انا بكلم الشباب دلوقتي الصغير اللي عنده احلام وطموحات ونفسه ان هو يكبر ويسافر ويشتغل ويحقق نفسه ويحقق ذاته ويحقق الاحلام اللي هو نفسه فيه، واتمنى من ربنا ان هو فعلا يعينكم على الخير في ايا كان الطريق اللي انتوا نفسكم تختاروه. الفتره اللي فاتت في كام فيديو من الفيديوهات اللي انا نزلتهم ضربوا جامد قوي، ووصلوا لفئه للاسف الشديد، وصلوا لفئه انا ما كانش نفسي ان هي تعرف ان انا موجود، ولا اشوفهم في الشارع، ولا اتعامل مع البشر دي اساسا، ولا العقليات بتاعتهم. ولكن الفئه دي تاني انا بعمل الفيديو ده عشان اتكلم عنهم اولا، ثانيا عشان اخواتي الشباب الصغير اللي هم ممكن ما يكونوش فاهمين القصه كويس، او ممكن يكونوا فاكرين ان الدنيا كلها ورديه وزهريه وان كل الناس بتحب لك الخير، بس للاسف مش كل الناس بتحب لك الخير، اتضح لي. تمام، ولو اني انا كمان كنت بحاول ان انا اقتنع بالفكره دي. الفئه دي فئه جايه ببساطه شديده من زريبه، هم ما تربوش على حاجه عدله، ما اعرفش سمعوا عن الدين قبل كده في حته ولا ما سمعوش، ولا هو ده متوارثين وغلط فغلط، انا ما اعرفش ايه العينه دي، وما اعرفش الناس دي بتفكر ازاي. الناس دي شايفه ان هي من حقها تختار تقول اللي هي عايزاه. واحد اول لما خرج بره حدود البلد اللي هو الزريبه اللي جايه منها، هي مش البلد هي اللي زريبه، بس هو كان عايش في زريبه عشان يجي بالافكار دي وبالمعتقدات دي، فهي كانت زريبه، اكيد دول ما كانش بشر اللي عايش وسطيهم. هو خرج من الزريبه دي وحب بقى، اول لما خرج ودخل البلد سواء امريكا كندا اوروبا اي حته في العالم بره البلد اللي هو جاي منها، اول لما وصل قال لك ايه ده، انا خرجت الحمد لله وعديت، يلا اقفل بقى ورايا الباب عشان انا مش عايز حد تاني يخش ورايا، انا مش عايز حد من اللي انا جاي من وسطيهم يجي تاني، لان ايه ده هيبوظوها عليا، هيبوظوا المتع والنعم والحياه اللي انا عايش فيها والاستقرار والشغل والجو الحلو والهواء وكل الكلام من ده، هيبوظوها عليا. فهو ما بيبقاش عايز ان اي حد من بني جلدته، يعني حد من لحمه ودمه وبيتكلم لغته من دينه، يجي، عشان هو شايف ان هو هيخربها، عشان هو شايف ان هو احسن، عشان هو شايف ان هو يستاهل والباقيين دول ما يستاهلوش، او هو اللي يقرر وهو اللي عنده الحق يتحكم مين يستاهل ان هو يجي ويتمتع بنعم معينة ويتمتع برفاهية معينة مش من حق اي حد تاني يتمتع بيها. فهو بالنسبة له لما يجي يتكلم يقول لك يا ده جنة، الغربة دي جنة واحلى حاجة، بس لما انت تروح تيجي تسأله وتقول له ايه رأيك في كذا، او انا نفسي اسافر او يقول لك لا مش كويسة، ده ضرايب، ده مش عارف ايه، ده الدنيا غالية قوي، ده احنا ما بي، ويطلع لك كل القطط الفطسانة في اي كان مكان بينك وبينه هو بالنسبه له شايف ان هو مفيش احلى من كده، بس هو عايز يطفشك انت، وعايز يكتمك انت، وعايز ان هو يكسر كل مقاديفك، وعايز ان انت ما تحلمش وما تطمحش وما تسافرش. عشان ايه؟ هي الدنيا اساسا مليانه اجانب ومليانه مش عارف ايه، انا كنت مسافر المانيا واوروبا وبتاع، متخيل بقى البيض والشقر والكلام من ده، بس جيت لقيت الافغاني والسوري والمغربي ومش عارف ايه، لا اكتر من كده مش عايز. فخلينا نقفل عليهم الباب ورانا ونعدي احنا، والدنيا ايه، خلاص سكتم بكتم كفايه كده، انا اكتفي ان حياتي انا كويسه. وللاسف العينه دي برضو مش بتبقى موجوده بس في الغربه، لان العقليه العقيمه دي بتبقى موجوده في كل حته في الدنيا. واحد بيبقى ربنا انعم عليه بحاجه معينه بيبقى عايز يمنعها عن غيره، لو هو انعم عليه بسفر، شغل، بتعليم، بجواز، باي حاجه في الدنيا هو شايف ان هي كويسه، يقول لك انا كده بداري على شمعتي، انا كده مش بعمل حاجه غلط. انت فاهم الموضوع غلط، وانت اساسا مخك تعبان والدنيا بايظه عندك خالص. هو بس مش عايزك تنبسط زي ما هو مبسوط، ومش عايز ان انت تبوظ عليه النعم بتاعته. لو انا نصحتك ان انت تبقى بتعمل الشغل بتاعك بطريقه احسن ممكن تاخد رزقي ده ظنا منه. لو انا قلت لك تعالى سافر الغربه، ممكن ان هم بقى يقفلوا علينا كلنا الباب وياخدوا الناس كلها تتاخد في الرجلين، وانا كمان هاخد اتاخد في الرجلين، لان في واحد اجنبي مثلا مصري مغربي مش عارف ايه مسلم اي حاجه عمل تصرف وحش، فكلنا السيئه هتعم علينا كلنا، وكلنا هنتاخد في رجلين، وكلنا هنبقى وحشين. فايه الحل؟ الحل ان احنا نخلي بقى اللي موجودين هناك دول خلاص ما يجوش، ونقفل الباب ورانا وانا ومن بعد الطوفان. هو دي الطريقه اللي بيفكر فيها. زي ما بقول لك، سواء لو هو مبسوط في جوازه كويسه او في شغل او في دراسه او في اي حاجه، هو هيبقى بيحاول يطلع لك فيها القطط الفطسانه، ودي عينه من الناس، مش كل الناس طبعا، بس عينه تعبانه جدا من الناس. اتمنى ان شاء الله ان هم ما
يعترضوش طريقي ولا طريق اي حد من الشباب المحترمه اللي بتتفرج عليا، بس العينه دي موجوده. اول بقى نفس الناس دي لما انت تقول حاجة سلبية او في مشكلة معينة في المجتمع في المكان اللي انت فيه، برضو امريكا كندا اوروبا اي حد هيقول لك لو انت مش عاجبك ارجع بلدك، انت قاعد هنا ليه يا عم؟ لو انت قاعد بتشتكي من لغة صعبة ولا عنصرية ولا مفيش سكن بسبب العنصرية ولا مفيش مش عارف ايه لغة، وانت عمال تألف حوارات وبتاع ومش عارف ايه وعمال بتتمسكن عشان تقول للناس يا جماعة المكان هنا وحش، مش شايف ان انت بتقول واقع وحقيقة موجودة ومثبتة بدراسات وناس ملايين بيمروا بنفس الحاجة؟ لا، هو شايف ان هو عايش في البابل بتاعته في احلامه وتهيؤاته، وبيقول لك طالما انت مش مبسوط هنا خلاص ارجع بلدك، على اساس ان هو متربي على حاجه معينه. اذا كان اتربى يعني، بس هو كبر وترعرع في عقليه عقيمه، العقليه دي بتقول له انت تمشي جنب الحيط، تخرس خالص وتقفل بقك وتحط جزمه في بقك عشان ما تتكلمش على اي حاجه، لو مش مبسوط ارجع. هتلاقي هو سمع الكلمه دي وهو صغير، فلما كبر بقى يقولها للناس، وتفضل انت في اللوب في السايكل في الدوريه دي، دوريه وحلقه مغلقه عمال بتعيد في نفس المشكله. هو كبر قال نفس الجمله، واحد تاني كبر قال نفس الجمله، ونفضل بقى في الدنيا دي كده في اللف كده، على اساس ان انت ما تشتكيش وما تقولش والله في كذا وكذا. ففي واحد، في نوعين، واحد هيبقى بيبيع لك الدنيا دي كجنه وانها حلوه قوي بس هو مش عايزك تيجي، تمام، وانت ما ينفعش تشتكي خالص ولا تتكلم على اي سلبيات خالص كأن ما فيش اي مشاكل. او واحد تاني بيحاول ان هو يبيعها لك انها نار، الدنيا وحشه والدنيا غاليه والضرايب والناس والعنصريه و فيقول لك برضه بيحاول ان انت ما تجيش، حتى لو هو انت قلت له انزل مصر هيقول لك انا مش عايز انزل. ده او ده لو قلت له انزل مصر او انزل ايا كان البلد اللي انت جاي منها هو مش هيجي منها. انا بقى اللي بحاول اعمله ايه؟ ان انا بكون شخص وسطي، بقول لك والله الموضوع فيه حلو وفيه وحش. ليه؟ لان ده بيحاول يبيع لك حلم زائف، وده برضو بيحاول يبيع لك حلم زائف. هو ده بيحاول يخوفك من حاجه مش موجوده، وده بيحاول برضو يقنعك بحاجه مش موجوده مش زي ما انت متخيل. فيجي بقى هو بعد ما صدر لك صوره معينه ونمط معين، انت تيجي كواحد اجنبي جديد تكتشف ان هو ايه ده، انا كنت متخيل حاجة تانية خالص، أنا كنت شايف حاجة تانية، كنت بسمع حاجة تانية خالص. فأنت حاول كواحد بتتفرج، سيبك من عبد الرحمن خالص وإن هو بيسمع محتوى في مليون واحد تاني بيتكلم على مليون بلد تانية ومليون واحد متغرب وكل الكلام من ده، بس لما أنت تيجي تسمع معلومة حاول حاجتين، حاول إن أنت تكون وسطي، تشوف الشخص ده بيحاول يقول بس الإيجابيات ولا ايه، ولا ده بيقول السلبيات بس ولا ايه، وحاول ان انت تكون بتجمع من الناحيتين. والله ده اتكلم عن كذا واتكلم عن كذا، انت عندك دلوقتي نت وعندك جوجل وعندك اي اي وعندك مليون حاجه تقدر ان انت تخش وتدور بنفسك اذا كان الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي، اذا كان ده بيحصل، اذا كان في عنصريه فعلا، اذا كانت المانيا فعلا قافله بسبب قصه الشغل او السكن او كل الحاجات دي، تقدر ان انت تخش بنفسك وتتاكد من المعلومات دي. ده اللي انا نفسي ان انت توصله. ما تسمعش كلام الناس دي، ما تسمعش التخلف ولا الغباء ده خالص. معلش الموضوع يعني انا بغلط شويه وانا بوريكم جانب تاني مني عشان الموضوع بيعصب والموضوع بيضايق، ان العينه دي موجوده وان العينه دي معرفش هتموت امتى، اتمنى انها تختفي في وقت من الاوقات، لان هم دايما بيحاولوا ان هم يكبتوك، هو بس عشان طلع سلمة مستعد ان هو يدوس على كل اللي تحته، مع انه لما كان في السلمة دي من شوية كان بيقول يا رب اللي فوقي ما يدوسنيش. فسبحان الله، هو ده حرفيا المثل او التعبير بتاع لما توصل ما تصعبهاش على اللي بعدك، هو بيحاول يصعبها على اللي بعدك. هو زي ما قلت متعود ان هو ما يفتحش بقه وما يتكلمش على اي حاجه سلبيه، ولما يشوف ان في واحد بيتكلم عن حاجه سلبيه يقول لك انت بتتكلم ليه، خلاص مش عاجبك امشي. انا مش قاعد هنا في لا دي بلدك ولا قاعد بفلوسك ولا قاعد في بيتك ولا اي حاجه، وبعد كل الحوارات والمرمغه في التراب والطين زي الكلب كده، هم مش هيعتبروك برضو ان دي بلدك ومش هيعتبروك واحد منهم. فحاول ان انت تهدى وتريحها شويه، لان انت مش هتوصل حاجه بعد ما انت تقعد تحرق في دمك وتحرق في قلبك. انا متضايق شويه بس عشان، والفيديو ده عامله عشان كده، عشان الناس دي ضلاليه اكتر، والناس دي ممكن تضلك او توصلك او تهيئك حاجه والحاجه دي مش حقيقيه خالص، وانا مش عايز ان هم يضلوا خاصه الشباب اللي بيتفرجوا عليا او يقولوا لهم والله مش عارف ايه، او يخوفوهم من حاجه معينه. ما تخافش من التجربه بتاعت الغربه، لان تجربه الغربه حلوه، تجربه الغربه قاسيه في اوقات معينه، بتفوتك حاجات معينه في البلد اللي انت كنت جاي منها، بس بتعلمك حاجات كتير وبتتعامل مع ناس كتير، وفي مواضيع كتير قوي ممكن نتكلم فيها ونقعد نفتح انا اتعلمت ايه واستفدت ايه وشفت ايه، والموضوع هيطول شرحه. بس طبعا في سلبيات تانية، في سلبيات زي ما بقولك ان انت هتيجي هتوصل بلد هتلاقي الناس اللي حواليك بيتكلموا لغه تانية خالص، لو ما فيش حد موجود ياخد بايدك انت ممكن تحس ان انت تايه، ممكن تحس ان انت توترت او الموضوع زاد عليك والحمل والضغط وكل الكلام ده تبقى اوفرويلمد، الموضوع صعب. وبعد كده تكتشف اللي هو ممكن تتعرض لمواقف عنصريه، الموضوع موجود. ممكن يبقى عندك صعوبه في ان انت تلاقي سكن في الاول او شغل في الاول، ومواقف لسه عايز احكي لكم عنها حصلت معايا او ناس اعرفها معرفه شخصيه، ممكن نتكلم في كل الحاجات دي. بس هو مش عايزك تتكلم عن الموضوع ده، ومش عايزك تشتكي، ومش عايزك تتكلم خالص، وكأن الاجانب التانيين لما بيسافروا حته او بيروحوا حته ما بيفتحوش بقهم. لما حصلت المشكله بتاعت حرب اوكرانيا وروسيا والاوكرانيين جم المانيا،
كميه الاوكران اللي كانوا بيشتكوا من المانيا بشكل مش طبيعي، محدش كان بيقول لهم ارجعوا البلد اللي انتوا فيها، مع ان هم في اماكن تانية ما فيهاش حرب، محدش كان بيقول لهم كده، لان التفكير ده اساسا جاي من مكان متعفن، وما في حد الان مش عارف بقى متعلم ولا مثقف ولا ايه. انا ما تفهمش التفكير ده جاي منين، انا مش عارف. بس انت ما بتقابلوش مع الاجانب، يعني الاجانب بينهم وبين بعضيهم الغربيين ما بيتعاملوش كده مع بعض، بس احنا بنتعامل كده مع بعض لان احنا في زي ما قلت فئه معينه اتربت على الهبل ده. فزي ما بقول انتوا اتبعوا ناس معينة اللي بتحاول ان هي توريك الواقع كما هو، مش ان هو يوريك جانب واحد بس، او ان هو يطفشك بشكل معين او يشبطك بشكل معين. هو مش يعني ما تشتريش حلم هو بيحاول يبيعهولك تعالوا تعالوا تعالوا، وما تشتريش جحيم ونار هو بيحاول ان هو يسوقهولك برضو، اللي هو لا ما تجوش ده الدنيا وحشة، ده كذا وكذا وكذا وكذا، والشخص ده اساسا عايش في الغربة. طب ما لو انت الدنيا جحيم كده انزل انت فعلا، لان لو كل حاجة انت بتحكي عنها سلبية، مش الشخص اللي قاعد في النص بيقول لك في 1 2 3 بيحصل، وواحد 2 3 حلو ووحش وكل الكلام ده واحنا عايشين. وطبعا لو انا كنت متضايق من حاجه معينه او في حاجه، لو الموضوع كله سلبيات كنت نزلت، مش محتاج ان حد ينصحنا. بس في الاول وفي الاخر انت واحد جاي طالب بتدرس، زي انا مثلا جيت من 6 سنين عملت السنه التحضيريه، دخلت جامعه كنت عايز اخش طب ما عرفتش، كملت في تخصص تاني، لقيت شغل مشوني من الشغل، وحياه طالعه ونازله وطالعه ونازله زي اي حياه طبيعيه متوسطه افريج جدا، ما فيهاش حاجه جديده. حياه بمر بالحياه زي مليون بني ادم تاني غيري بنمر بحياة عادية، بس بحاول ان انا اشارك معاك الحياة دي، بحاول ان انا اشارك معاك المواقف واوريك 1 2 3، وعلى زي ما قلت على امل ان دي حاجة تبقى لوجه الله سبحانه وتعالى، افيد بيها غيري ومعلومات، ما كنش ان انا بطلب من الناس حاجه. ممكن ان انا اقول والله يا جماعه انا هعمل لكم اونلاين كورس زي كل الناس ما بتعمل كده ب 100 و200 يورو، عشان الست سنين دول ما كانوش على فراغ، ما كانوش على الفاضي، انا قعدت اتعلمت فيهم حاجات كتير وغلطت فيهم وخسرت فيهم ناس وفلوس وكل الكلام ده. ممكن اقول لك لا انت لازم تيجي تتجرب بقى، ولازم تغلط زي ما انا غلطت وتتدبس زي ما انا اتدبست ومش عارف ايه. هم عايزين كده، هم عايزين ان انت تتمرمط زي ما هم اتمرمطوا. انا مش شايف كده، انا شايف ان انت كده كده حياتك هتبقى صعبه في جوانب اخرى، بس على امل برضو ان انت لما تشوفني ان انا بساعدك بدون حاجه لوجه الله سبحانه وتعالى، واتمنى ان ربنا يتقبل ده، تبقى انت في يوم من الايام عايز تساعد حد تاني، وتفضل بقى اللوب الحلوه، السايكل الحلوه، الحلقه المغلقه الكويسه، ان احنا بنساعد بعضينا، ان احنا بنطور من بعض، ان احنا بندعم من بعض. مش بس ان انا عايز اشتم فيك واكسر فيك واكسر في مقاديفك وكل حاجه واهينك وكل الكلام ده، لان ده لا يمت للدين ولا للاخلاق ولا للفطره ولا التربيه ولا اي حاجه بصله، اذا كانوا عدوا على اي حاجه من الحاجات دي، الله اعلم. فده اللي انا بحاول اوصله لك. واخر حاجه حابب اقولها عشان ما اطولش اكتر من كده، ان الناس دي بتفكرني بايه كويس جدا في سوره الاسراء، ايه رقم 67. بسم الله الرحمن الرحيم: واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. البني ادم بعد ما كان في قلب البحر بيقول يا رب نجيني من البحر، لما اشتدت عليه الرياح او حصلت له مشكله او مصيبه او ايا كان، قال لك انا هدعي لربنا بس ولا اشرك به شيء. ولما ربنا نجاهم من البحر، من المشكله، من المصيبه اللي هم كانوا فيه، اعرضوا عن ذكر الله، اعرضوا عن شكره، ورجعوا للي هم كانوا فيه تاني. وكان الانسان كفور. هي دي طبع البني ادم للاسف، الا من رحم ربي، ان هو بينسى ان هو كان في يوم من الايام كان في موقف معين، كان في مشكله، كان في مكان، وربنا نجاه من الحاجه دي. وبعد ما ربنا بينجيه من الحاجه دي، وهو ربنا عارف وهو اعلم طبعا منا، البني ادم ده بينسى يشكر ربنا، وبينسى ان هو كان في الموقف ده اساسا، وممكن يحاول ان هو يصعبها عليك انت كمان، مع ان هو كان لسه في نفس المركب. فسبحان الله. واتمنى وادعو الله ان احنا ان شاء الله ما نكونش من الناس دي ابدا، وما نكونش من العينه دي من البشر اللي بعد ما تكون عدت من مشكله ودعت ربنا وربنا انجدها وانقذها من ايا كان المشكله دي ايه، تنسى شكر ربنا وتنسى تحمده وتنسى الموقف اللي هي كانت فيه، وتنسى حاجتها لربنا في وقت من الايام، وحاجتها برضو الدائم لربنا في جميع الاوقات. اتمنى تكونوا استفدتوا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.